أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ترى سألت نفسك قبل كده إيه اللي بيفصل بين عالمنا وبين عالم الجن؟ طب تعمل إيه لو عرفت إن في حد قدر يدخل لعالم الجن وإن الحد ده دخل من خلال بوابة وإن البوابة دي هي اللي بتفصل بين العالمين؟ يا ترى فعلا في حد قدر يدخل لعالم الجن والحد ده قدر إنه يقابل ملك من ملوك الجن؟ ويا ترى مين الشخص اللي قدر يقابله وكمان يتكلم معاه وإيه اللي حصل بالظبط وإزاي الشخص ده مات الموتة البشعة دي؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة، وأحب أحذرك وأقولك إن حكاية النهاردة حقيقية بكل تفاصيلها، فلو انت قلبك ضعيف ما تتفرجش واقفل الحلقة واعتبر نفسك ما سمعتش حاجة. ولو ناوي تكمل ودي أول مرة بتشوفني اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ حكايتنا. قصتنا النهاردة حصلت في تونس وتحديداً في منطقة الحامدية. منطقة الحامدية منطقة أثرية قديمة وبيوتها قديمة جداً، وبطل قصتنا هو الشيخ عبد المجيد البغدادي. الشيخ عبد المجيد كان إمام مسجد ومن الرقاة الشرعيين في تونس، والموضوع بدأ لما ست أرملة طلبت مساعدة من الشيخ عبد المجيد. الست دي كانت ساكنة في منطقة الحامدية، ودي كانت منطقة بعيدة بمسافة كبيرة عن بيت الشيخ. الست كانت مسنة وعندها ولدين عايشين معاها في نفس البيت. ابنها الكبير كان مريض عقلي ومش طبيعي. الست طلبت الشيخ عبد المجيد عشان يقرأ لها قرآن في البيت ويحصنه لها من كتر البلاوي والأحداث السودة والغريبة اللي كانت بتحصل في بيتها واللي ما كانش ليها أي تفسير منطقي ولا علمي. وافق الشيخ عبد المجيد وأخد واحد صاحبه معاه اسمه الشيخ محمد الجريدي وسافر للقرية دي ووصل عند البيت. البيت كان قديم جدا ومتهالك وباين انه مبني من قديم الأزل، واللي يشوفه يقول انه فعلا هيقع في اي لحظة. خبط الشيخ الباب وفتحت له السيدة المسنة. عرفها الشيخ بنفسه وبصاحبه وقال لها احنا جينا عشان نعمل الرقية الشرعية ونحصن لك البيت زي ما طلبتي. الست رحبت بيهم ودخلتهم وعرفتهم على أولادها الاتنين اللي كان باين جدا وواضح إن ظروفهم المادية سيئة وواضح الفقر الشديد. المهم جلس الشيوخ ولفت نظر الشيخ حالة ابنها الكبير وسألها وقال لها هو ابنك مولود بالحالة اللي عنده دي ولا دي حاجة مستجدة عليه؟ ردت الست وقالت بالعكس، ابني كان سليم ما كانش فيه أي حاجة، ده لحد قريب وهو اللي كان شايل البيت بمصاريفه بعد وفاة أبوه وما كانش مخلينا محتاجين أي حاجة. وفي يوم راح ابني منطقة الدواميس ولقى سرداب غريب هناك وللأسف نزل ودخل، وبعد ما نزل ابني اختفى لمدة 2 كاملين. دورنا عليه كتير لدرجة ان الأهالي بقت بتجمع بعضها وينزلوا يدوروا عليه، ما كانش له أي أثر. وعملنا بلاغات كتير جدا والشرطة نزلت مشاطة المنطقة كلها وكمان المناطق المحيطة، لكن بدون أي جدوى ولا له أي أثر، كأنه اتبخر. ومع الوقت استسلمنا وفكرناه مات ويأست إني لاقيه وسلمت أمري لله. وبعد 2 كاملين في نص الليل وإحنا نايمين سمعت الباب بيخبط، مش بيخبط ده كان بيرزع. قمت مفزوعة أنا وأخوه مستغربين مين اللي ممكن يخبط علينا في الوقت ده، دي عمرها ما حصلت. طلعنا نجري نشوف مين اللي على الباب، وكل ما كنا بنقرب من الباب كنا بنسمع صوت همس وأنين غريب جدا. والمفاجأة لما فتحنا الباب لقيناه في وشنا حي يرزق، بس كان عريان تماما وجسمه كله إصابات وخرابيش، وعلى جسمه بقايا نجاسات وريحته سيئة وصعبة جدا، وعمال يعمل أصوات غريبة من تمتمة وأنين لدرجة إن أنا وأخوه أول ما شفناه خفنا منه، افتكرنا إنه جني متشكل في هيئته. وبعد ما اطمنا إنه ابني ورجع لحضني اكتشفت إنه مش طبيعي وفقد عقله وبقى بالحالة اللي انتم شايفينها دي. البيت كان قبل ما يرجع طول عمرنا عايشين فيه ما كانش فيه أي حاجة غريبة بتحصل، بس من يوم ما هو رجع والأحداث الغريبة بدأت تحصل. بدأنا نسمع أصوات همس ومجموعة من الناس بتتكلم مع بعضها، والأصوات بتبقى جاية من جوه الجدران بتاعة البيت.
يا إما جاية من الأرض. وبقينا كمان بنلاقي جوه الأكل شعر وقذورات، وما بقيناش عارفين الحاجات دي حتى بتيجي منين. وبتحكي الست وبتقول: من أكتر المواقف الغريبة والمرعبة اللي مرت علينا، في يوم كان عندنا حد من قرايبنا وإحنا قاعدين سمعنا الباب بيخبط، فقمت فتحت لقيت ناس عريانين تماما مش لابسين أي حاجة، والمصيبة إنهم واقفين على الهوا، مفيش رجلين واصلة للأرض. فضلت واقفة قدامهم مش قادرة أنطق من الخضة. فجي ابني وقريبنا يشوفوا مالي، فتحت الباب وواقفة متسمرة مكاني كده ليه، ومن الصدمة قريبنا خد بعضه وطلع جري وهرب. وهم بيحكوا اللي بيحصل معاهم، لفت نظر الشيخ برضو إن الابن الأصغر للسيدة سنانه الأمامية مكسورة، فسأله: هو أنت إيه اللي حصل لك؟ كسرت سنانك كده إزاي؟ رد الشاب عليه وقال له: أنا رحت الجامعة أصلي المغرب، ولما رجعت البيت لقيت قطة سودة حجمها كبير قوي نايمة في الأرض كأنها ميتة، فجبت عصاية وزقتها كده عشان تصحى وضربتها عشان أطلعها بره البيت. وأول ما فتحت عينيها واتعدلت لقيت عيونها عيون بشرية مش عيون قطة، ولقيتها بتتمتم بكلمات غريبة ومش مفهومة، والقط بدأ يعمل صوت كأنه هيهاجمني. وبعدها طلع جري على المطبخ، جريت وراه، ولما رحت المطبخ ملقيتوش، المطبخ فاضي تماما. كبرت دماغي وطنشت ودخلت انام. ولما نمت حلمت ان انا كنت بصلي في غرفتي، وبعد ما صليت طلعت بره اوضتي لقيت راجل ضخم واقف قدامي في وشي، وصوابعه فيها مخالب كأنها ايد حيوان شرس، وماسك عكاز ساند عليه. وبدأ يتكلم بكل غضب وقال لي: انا كنت نايم هنا وانت جيت صحتني وضربتني بالعصاية اللي في ايدك، دلوقتي أنا هرد لك كل اللي عملته فيا. وفعلا مسك العكاز وضربني في وشي. الضربة كانت قوية جدا لدرجة إنها كسرت أسناني الأمامية، وقمت من النوم مفزوع. لقيت الدم سايل من بقي والملاية كلها دم، وفعلا لقيت أسناني مكسورة. وبدأ يحكي الولد ويقول له: أنت مفكر ده اللي حصل لي بس؟ ده أنا حصل معايا مواقف أسوأ بكتير. في مرة كان الجو برد جدا وكنت نايم، وصحيت من النوم على خبط جامد على باب الأوضة. قمت مخضوض جريت أفتح أشوف مين بيخبط كده، وهو مفيش غير أنا وأمي في البيت، وعمرها ما خبطت عليا بالشكل ده. وبالفعل قمت أفتح بس ما لقيتش حد. فضلت أبص في الطرقة يمين وشمال يمكن أشوف حد ولا في حاجة، بس الدنيا كانت ضلمة جدا وما شفتش حاجة. كبرت دماغي ورجعت للسرير وقلت يمكن بيتهيألي ولا حاجة. مفيش ثواني لقيت الباب بيخبط تاني. قمت فتحت برضه ما لقيتش حد. فضلت واقف ورا الباب، قلت بقى أول ما اللي هيخبط ده هيخبط هفتح الباب على طول أشوف مين. وأنا واقف مستني الباب يخبط سمعت صوت الخبط، بس اكتشفت إن صوت الخبط جاي من جوه الدولاب، ما كانش على الباب ولا حاجة. مش عايزة أقولك أنا كنت حاسس بإيه. أنا جسمي كله كان بيترعش، وقلبي من كتر ما بيدق بسرعة سامع صوت دقات قلبي في ودني. بس قلت ما بديهاش بقى، إيه اللي هيحصل أكتر من اللي بيحصل. قربت من الدولاب، وأول ما قربت منه حسيت بهوا ساقع جدا كأني قربت من قطعة تلج. وأنا واقف بتأمل الدولاب لقيته مرة واحدة باب الدولاب اتفتح بكل قوة كأن حد زقه من جوه، وبدأت أشوف راجل رفيع وأصلع لون بشرته سودة تماما، وعينيه عاملة زي عيون الحيوانات بتنور في الضلمة، وإيديه برضو فيها مخالب، وعريان تماما بس من أول وسطه شعر كثيف جدا عامل زي فرو الحيوانات. بدأ يطلع من الدولاب بس كان بيتحرك ببطء شديد وبيمشي على إيديه ورجليه كأنه حيوان، وفتح باب أوضتي وطلع بره. قعد الشيخ يتكلم معاهم هو والشيخ الجريدي، وكان خلاص المغرب حل والدنيا بدأت تضلم. فقرروا الشيخين إنهم يبدأوا يقروا آيات معينة من القرآن الكريم. وأول ما بدأوا يقروا النور اتقطع، وبقى يدوبك نور ضعيف داخل من الشباك، لكن البيت كله ضلمة. بدأوا يسمعوا أصوات خطوات عالية جاية من السقف، ولما بص الشيخ على السقف شاف علامات خطوات رجلين كبيرة قوي معلمة على السقف وعاملة مكانها قذارة. طلب الشيخ من الأم إنها تاخد الابن الكبير وتروح تقعد عند جيرانهم لحد ما يخلص مشكلة بيتهم، لأنها هتاخد أيام. وبالفعل الست وافقت وأخدت الابن الأكبر وراحت عند الجيران، وقال لها أنا هبدأ شغل بكرة في البيت. وأخد صديقه ومشي. وجي فعلا تاني يوم وراح الشيخ عبد المجيد والشيخ الجريدي والشاب الصغير للبيت الملعون. وأول ما دخلوا
بدأوا يقروا الآيات القرآنية، معداش دقايق معدودة والشاب الصغير وقع أغمى عليه. كمل الشيخ قراءة القرآن وحط إيده اليمين على دماغ الشاب، بس بدأوا يسمعوا أصوات ضحكات استهزاء جاية من تحت الأرض. وقف الشيخ عبد المجيد تلاوة القرآن، والشيخ الجريدي كمل تلاوة، وقرب الشيخ عبد المجيد من مصدر الصوت اللي كان جاي فعلا من الأرض، وسأل وقال: أنت مين؟ ومن هنا الصوت بدأ يعلى ويضحك أكتر. سأل الشيخ تاني: أنت مين؟ سمع صوت جاي من تحت الأرض بيرد عليه وبيقول له: اخرجوا من أرضي. وفاق الشاب الصغير وقعد يرجع، بس كان بيرجع كلاكيع شعر. ما وقفوش قراءة القرآن، كملوا وفضلوا على الحال ده أيام، ما بيعملوش حاجة غير إنهم قاعدين بيتلوا القرآن. وبعد كام يوم الباب خبط، لقوا السيدة المسنة جاية من عند الجيران وبتقول لهم: أنا عايزة أدخل الحمام. فوقفوا قراية القرآن وقال لها: اتفضلي ادخلي. وبالفعل دخلت، وعدى كام دقيقة لقى باب البيت بيخبط تاني، ولما فتح لقى السيدة المسنة واقفة في وشه. بقى مستغرب وسألها: أمال مين اللي كانت جوه؟ هو أنت مش لسه كنتي هنا وخبطتي من شوية وطلبتي إنك تدخلي الحمام؟ ردت الست وقالت له: أنا ما جيتش ولا حصل الكلام ده، أنا أول مرة خبط عليكم دلوقتي عشان أديكم الأكل اللي عملته لكم ده. دخل الشيخ وراح فتح باب الحمام، بس ما لقاش حد، وعرف وقتها إنه جن اتهيأ في هيئة السيدة المسنة. تاني يوم كانوا قاعدين الشيخ عبد المجيد والشيخ الجريدي والشاب الصغير وكلهم بيتلوا القرآن، فتعبوا وقالوا ياخدوا راحة شوية. الشيخ عبد المجيد وهو قاعد غلبوا النوم التعب والإرهاق، وما صحى لقى نفسه لوحده في البيت، لا لقى الشيخ الجريدي ولا لقى الشاب الصغير. وبدأ يسمع أصوات همس غريبة جاية من كل زاوية في الشقة. قام بقى بيفتح في الأوض كلها ويفتح الباب ما يلاقيش حد، ويذكر اسم الله ويقفل الباب. وطلع بره البيت قعد يدور عليهم، وبعد شوية وأما رجع لقاهم واقفين عند باب البيت بيقول لهم: انتم ازاي تسيبوني انام وتمشوا وتطلعوا بره؟ لقى الاتنين بيرد عليه بيقولوا له: انت اللي سبتنا وقلت انك تعبان وهتطلع بره ترتاح شويه، وبعدها طلعنا ما لقيناكش. وفي يوم بعد ما خلصوا تلاوه القران وناموا، شاف الشيخ عبد المجيد البغدادي رؤيه، شاف فيها نفسه بينزل في سرداب قريب من البيت اللي بيقروا فيه القران. السرداب ده كان ضيق جدا وشكله غريب، والمكان كان مخيف جدا، وصحي مفزوع. وتاني يوم الصبح بدأ يحكي عن الرؤية الغريبة اللي شافها للشيخ الجريدي. رد عليه الشيخ الجريدي بكل استغراب وقال له: ازاي ده ممكن يحصل؟ أنا كمان شفت نفس الرؤية بكل تفاصيلها. وبدأ يوصف له السرداب من جوه عامل ازاي، وفعلا كان نفس المكان وكأنهم الاتنين زاروه مع بعض. راحوا الشيخين يسألوا السيدة المسنة عن المكان اللي شافوه في الرؤية. الست قالت لهم: غريبة، ده نفس المكان اللي ابني راح نزل فيه من 2 سنين قبل ما يختفي. فقرروا الشيخين انهم يروحوا السرداب وينزلوه. الست حرضتهم جدا وقالت لهم: لا ارجوكوا، انا معرفش ايه اللي هيحصل لكم جوه، ده انا ابني دخل قعد 2 سنين كاملين معرفلوش طريق، انا مش ضمني لو نزلتوا ترجعوا تاني، ارجوكم بلاش. الشيخين اصروا انهم ينزلوا السرداب، وبالفعل صلوا الفجر وقرروا يروحوا المكان. اخدوا معاهم الكشافات، بس المكان كان ضيق جدا ما يسعش حتى فردين يمشوا جنب بعض، فكان لازم يدخلوا ورا بعض. دخل الأول الشيخ عبد المجيد البغدادي وورا الشيخ الجريدي، وبدأوا وهم داخلين يذكروا اسم الله في كل خطوة بيخطوها. وكانوا كل ما يدخلوا جوه أكتر كان المكان بيضيق أكتر، بس كانوا شايفين نور جاي من آخر الممر كأن ده نهايته وهيخرجوا من الناحية التانية. ما كملوش 5 دقايق على بعضها السرداب طلع مش طويل، وخرجوا فعلا من المكان اللي كانوا شايفين. بس الغريب إنهم لما خرجوا لقوا الدنيا ليل، والمفروض إن الدنيا تكون نهار. دول يا دوبك صلوا الفجر ودخلوا، وما كملوش 5 دقايق في المكان ده كله على بعضه. وكمان المكان اللي خرجوا منه صحراء، مفيش بني آدم واحد ماشي، المكان فاضي تماما. رجعوا يبصوا تاني وقالوا هيدخلوا تاني السرداب، يرجعوا نص المسافة عشان يشوفوا الدنيا الناحية التانية ليل ولا نهار. ولسه بيلتفتوا وراهم لقوا السرداب اختفى تماما، ولقوا نفسهم في المكان الغريب ده لوحدهم. ساعتها عرفوا ان السرداب مجرد بوابة بين العالمين، وانهم دخلوا عالم غير عالمنا، عالم الجن. بدأ الشيخين يبصوا حواليهم، لقوا نار جامدة جدا على مسافة بعيدة شوية، وحوالين النار دي بيوت معمولة من الطين. قرروا يمشوا في اتجاه القرية دي
لأن ما عندهمش أي خيار تاني. بقوا كل ما يمشوا في اتجاه البيت يلاقوا البيوت تبعد أكتر لحد ما تعبوا وبقوا مرهقين جدا، بس قرروا يكملوا. وطول طريقهم بيذكروا اسم الله ويسبحوه ويستغفروه. وكل ما يقربوا شوية من القرية بيسمعوا أصوات طبول وموسيقى غريبة وأصوات تشبه عواء الحيوانات وضحكات غريبة. وصلوا بالفعل القرية، ولما وصلوا شافوا أشخاص عرايا تماماً وملهمش رجلين بيرقصوا وبيلفوا حوالين النار دي. والأشخاص دول كأنهم طايرين في الهواء، وهم اللي بيعملوا الأصوات الغريبة اللي هم سامعينها. وطلع من وسطهم راجل شكله غريب جدا ومرعب. وصل للشيخين وقال لهم اقعدوا، وشاور لهم على صخرة. بالفعل قعدوا وبدأوا يذكروا اسم الله ويسبحوه ويتلوا بعض الآيات القرآنية. وأول ما ذكروا اسم الله كل شيء اختفى، القرية والجن اللي كان موجود والنار وكل شيء. وبدأوا يسمعوا صوت دابة أو حيوان ضخم جاي من وراهم وبيقرب عليهم. لفوا وراهم لقوا جمل كبير جدا ضخم، مفيش جمل أصلا بالحجم ده، ولون الجمل أسود زي ظلام الليل. وراكب فوقيه شخص تخين جدا وضخم وملامحه غريبة ولابس تاج من الخشب مرصع بالأحجار الكريمة. وبدأ يكلمهم ويقول لهم انتم ايه اللي جابكم هنا؟ هو انتم مش عارفين ان المكان ده محظور على كل بني آدم؟ بدأ الشيخ البغدادي يتملك نفسه ويحكي له اللي حاصل في البيت اللي جوله من بلاد بعيدة عشان يحصنوه، وعن الشاب اللي دخل السرداب وخرج منه مجنون. بدأ يحكي ملك الجن وقال لهم ملكوش دعوة بالشاب ده، هو أخد جزاؤه لأنه دخل هنا وذبح حد من أولادنا فحبسناه 2 سنين، وشاف اللي شافه خلى عقله طار. وبيتهم اللي قاعدين فيه ده ملك لينا، وجت الأم وسكنت فيه، ارجعوا بلادكم وابعدوا عنهم هتكونوا سالمين. رد عليه الشيخ وقال له واحنا هنرجع ازاي من هنا؟ السرداب اللي دخلنا منه اختفى كأنه اتدفن تحت الأرض. رد الملك عليهم وقال لهم ارجعوا لنفس المكان، هتلاقوا السرداب قدامكم، بس أول ما تدخلوه ما تبصوش وراكم وإلا هتندموا. رجعوا بالفعل للمكان، لقوا كلبين جسمهم جسم كلاب ووشهم وش بني آدمين عمالين يحفروا في الأرض في نفس المكان اللي كان فيه السرداب، لحد ما فعلا ظهر مدخل صغير. دخل الأول الشيخ عبد المجيد ووراه على طول الشيخ الجريدي. وما دخلوا بدأ يسمع الشيخ عبد المجيد صوت ست بتنده على الشيخ الجريدي، والشيخ الجريدي عمال يقول اسم أمه. ومفيش لحظات سمع صوت الشيخ الجريدي بيصرخ بشكل مفزع. كمل الشيخ عبد المجيد طريقه لأنه فكر إن الجن بيعمل الأصوات دي عشان يلعبوا في دماغهم ويخليهم يلتفتوا يبصوا وراهم، كده هيكونوا عصوا أوامر ملك الجن واللي قال لهم إنهم هيندموا لو بصوا وراهم. فما اتلفتش وراه، بس بعد دقايق صوت صراخ الشيخ الجريدي سكت تماما، وطلع الشيخ عبد المجيد من السرداب وفضل واقف مستني الشيخ الجريدي انه يطلع. ما طلعش. عدت ساعات وبرضه ما طلعش. بدأ يجمع أهل القرية ويدوروا عليه، مالوش أي أثر، وبلغوا الشرطة واللي بدورها نزلت مشاطة المكان كله، وبرضه ما لقوش أي أثر للشيخ الجريدي. الشيخ عبد المجيد حكى كل اللي حصل معاهم للشرطة وقال لهم على السرداب، بس لما راحوا ما لقوش أي أثر للسرداب، كأنه اختفى. بعد فترة مش طويلة البيت المسكون تم هدمه وبنوا مكانه جامع، وتم التبرع للسيدة المسنة وأولادها ببيت في مكان تاني، وتسمى اسم الجامع على اسم الشيخ محمد الجريدي، ولحد دلوقتي الجامع موجود. وبعد 10 شهور بالظبط من اللي حصل ده الشرطة لقت الشيخ عبد المجيد البغدادي ميت في بيته، وكمية نمل مش طبيعية بتاكل في راسه، والغريب إن أطرافه كلها مقطوعة وممزقة تماما. الحكاية غريبة جدا بكل تفاصيلها، بجد مرعبة وخوفتني أنا شخصيا وأنا بقراها. طبعا الله أعلم إيه اللي حصل بالظبط وإيه اللي يعمل كده في الشيخ عبد المجيد البغدادي. دي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتك الحكاية اعمل لايك وشير للفيديو لأصدقائك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي رأيك في الكومنتات تحت، وعرفني وجهة نظرك ايه اللي حصل بالظبط للشيخ البغدادي ومين ممكن يكون عمل فيه كده. واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تي، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.